جايباكوا النهاردة وصفة بسيطة سهلة سريعة، تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشا. مكوناتها بسيطة زي ما انتوا شايفين وطعمها لذيذ جدا. اتمنى تتابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مكوناتنا اقتصادية جدا، وهي عبارة عن طماطماية كبيرة متقطعة مكعبات، خيارية متقطعة مكعبات، بصلاية متقطعة صغير، وشوية قرن فلفل حامي على رومي المتوفر عندك. هتاخدي بقى الخضار ده كله وتنزلي بيه في بولة، وتبدأي تنزلي عليه ببعض التوابل البسيطة. اهو نزلت كده كله في بولة. هنزل عليه بشوية صغيرين من الملح. طبعا الملح ده يعني الوصفة دي بتعمليها لما تيجي تاكلي على طول عشان الملح ما يدبلش الخضار بتاعك. هنزل بقى بمعلقة صغيرة مش مليانة من الكمون، وبرده معلقة صغيرة مش مليانة من الكزبرة الناشفة. عارفين الكزبرة الناشفة؟ وعصرة ليمونة كاملة. وابتدي بقى اقلب كل المكونات دي كده مع بعضها. عايزة اقول لكم بقى ايه، يعني ريحتها بتبقى خطيرة. وزي ما قلت لكم الوصفة دي تنفع فطار وتنفع غدا وتنفع عشاء. خلاص بعد بقى ما عصرت الليمونة كاملة هجيب كده المعلقة وابتدي اقلب التوابل دي كده كلها مع بعضها. ممكن كمان نحط سنة شطة لو حابين، مش حابين خلاص. بقلب بقى كده. طبعا لو انتوا حابين تكتروا السلطة اكتر من كده كتروها. تعالوا بقى نروح على النار نشوف هنعمل ايه. طاسة تسخن معايا، هنزل فيها بحوالي 4 معالق كبار من الزيت. اسيب الزيت يسخن شوية. هكون بقى محضرة معاكم المكون البسيط اللي هو كيس الفول. كيس فول ب5 جنيه هتعملي بيه الوصفة التحفة دي. جبت الفول وهبتدي انزل بيه في الزيت بعد ما الزيت يسخن كويس قوي. باين اهو ان الزيت سخنة، بصي بيطرطش ازاي. نزلت بالفول. هبتدي كده ان انا هرسه الاول بالمعلقة، وبعد كده لو انت حابة ان انت تهرسيه خالص انا هرسه خالص بالهاند بلندر. حابين يبقى الحباية بحبتها على حسب ما انتوا بتحبوا تاكلوا الفول عامل ازاي. طبعا هظبط له ملح وهظبط له كمون. اهم شيء المكونين دول الملح والكمون، وطبعا ممكن كمان عصرة ليمون عليه. اقلب بقى كده كويس. انا هنا بقى ضربته بالهاند بلندر. بصوا بقى عامل ازاي، لونه فتح خالص اهو شبه فول المطاعم بالظبط. هاند بلندر ما عندكيش هاند بلندر يبقى خلاط. المهم انتي تضربيه تنعميه زي ما انتوا شايفين كده. هنزل عليه زي ما قلتلكوا بعصرة نص ليمونة او ليمونة على حسب ما انتوا بتحبوا طعم الليمون باين قوي في الوصفة ولا لا. خلاص. وطبعا نزلت عليه كمان برشة ملح وشوية كمون. وهبتدي اقلب المكونات دي لحد ما الفول يبتدي يسخن قوي معايا اهو. مجرد بقى كده ده احلى من فول المحلات كمان. كده خلاص سخن مني. هبتدي بقى اجيب السلطة اللي انا عملتها وانزل ب3 ارباعها اهو. السلطة تكون متقطعة على قد ما تقدروا صغير. خلاص. وتنزلوا كمان بالمية بتاعتها اللي هي فيها ليمون وفيها التوابل، تنزلوا بيها كده برضو وتقلبوا. بصوا انا قلبته اهو بس الكاميرا كانت واقفة وانا بقلب السلطة جوه الفول. تمام. ده بقى فول السلطة اللي بيتجاب من المحلات. تمام. اللي هو انتي بتدوقيه كده في العيش الشامي بيبقى عاجبك طعمه قوي. معرفش الرغيف بيتباع غالي ليه. احنا عملناه بمنتهى البساطة بكيس ب5 جنيه. هبتدي بقى ايه اجيب كده طبق واوريكم بيتحضر ازاي. ادي الفول اهو بنزل فيه، وطبعا مكونات السلطة جواه. وهبتدي بقى ايه شوية ربع السلطة اللي انا كنت سايباهم دول في البولة بتاعتي. هبتدي اخدهم واحطهم في نص الطبق عشان يعني يبقى الناس عارفة ان ده فول بالسلطة. فول بالسلطة زي ما قلتلكوا ينفع عشوة خفيفة كده بالليل، ينفع غدوة جنب بطاطس محمرة وبتنجان مخلل، ينفع ينفع كمان فطار. ده اكيد ينفع فطار.
خلاص. هاخد بقى السلطة كده واحط شوية سلطة على الوش عشان يبقى باين ان ده فول بالسلطة. احلى طبق فول هتاكليه احلى من المحلات، هيعجبكوا طعمه جدا. ممكن بقى على الوش كده تنزلي عليه برشة من الزيت ورشة من الليمون لو انتوا حابين، مش حابين هو بس كده حلو قوي. اعملوه وجربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. طبعا بقى مش هوصيكم، لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.